هادو المغرب والجزائر وبيناتهم واحد النباز قديم اللي مبني على اساس الحدود، وهذه منطقه الصحراء الغربيه. فكيفاش بدا هذا النباز بين هاد الجيران، وكيفاش حتى ناضوا دوك البوليزاريو وبغاو يستقلوا على المغرب. استقلوا صحاب يدخل الحمام بحال خروجو، ورجع معايا سنين اللور باش تفهم القصه وما تخممش. راه غنختصر لك كل شيء غير بقى في الفيديو. فغنرجعوا لبدايه القصه وبالتحديد في القرن السابع. وصلت الفتوحات الاسلاميه للمنطقه واستقروا بزاف ديال العرب اللي جايين من شبه الجزيره العربيه في شمال افريقيا والمغرب باش ينشروا زعما الاسلام في البلاد. اما الصحراء الغربيه فكانوا ساكنين فيها قبائل صنهاجه الامازيغيه. في هذا الوقت انتشر الاسلام في الصحراء الغربيه بسبب التجار اللي كانوا كيدوزوا من الصحراء باتجاه السنغال باش يجيبوا المعدن الصفر اي الذهب. وعلى مدار سنين طويله بداو بزاف من سكان العرب كيسكنوا في الصحراء الغربيه. فاستقل المغرب على الدوله الامويه وتم تاسيس الدوله الادريسيه. بعد سقوط الدوله الادريسيه تاسست دوله المرابطون واللي كانت كتحكم المغرب والصحراء الغربيه وموريتانيا وغرب الجزائر والاندلس. ومن بعد جاو الموحدين واللي حكموا 150 سنه. ومن بعد جات الدوله المارينيه وما قدروش يسيطروا على كاع المناطق اللي كانت عند الموحدون. بعدها جات الدوله الوطاسيه في سنه 1460. ومن بعد سقوط الوطاسيين بانت الدوله السعديه اللي سيطرت على شمال غرب افريقيا وجزء من غرب افريقيا واستمر الحكم ديالهم ل 150 سنه. فهنا وصلنا للأسرة العلوية واللي باقا حاكمة حتى لعصرنا الحالي. فهاد السلطان اسماعيل بن شريف كانوا مسيطرين على جميع الأراضي وواصلين حتى لنهر السنغال، وكانوا جامعين حتى الصحراء الغربية. وهذا من الأسباب اللي كيخليو المغرب كأنه يقول أن الصحراء جزء من المغرب. في برلين سنة 1884 تجمعوا الدول الأوروبية وقالوا واش نديروا ما نديروا، اجي نقسموا الدول الأفريقية بينات. فإسبانيا قدرت تحتل الصحراء الغربية وواحد الجزء من الشمال. وفرنسا اللي كانت محتله الجزائر نجحت في احتلال موريتانيا في 1902. وبعدها بدات كتدخل في شؤون المغرب حتى نجحت في احتلالها سنه 1912. فكانت حركه المقاومه في الشمال والجنوب، والسلطان المغربي كان كيدعم المقاومه في الصحراء بقياده الشيخ ماء العينين عن طريق تزويدهم بالسلاح والفلوس مقابل الاعتراف بسيادة السلطان على الصحراء الغربية. في سنة 1956 خرجت إسبانيا وفرنسا من المغرب، ولكن بقات إسبانيا في الصحراء الغربية. في 1960 استقلت موريتانيا من الاحتلال الفرنسي وبداو كيطالبوا من المغرب بتحرير الصحراء الغربية. في 1962 استقلت الجزائر على فرنسا. الأمم المتحدة طلبت من إسبانيا التنازل على الصحراء الغربية، ولكن إسبانيا ما بغاتش، قالت لهم بوت هنا النبت. وهذا علاش في 1973 تم إنشاء جبهة البوليزاريو واللي هما الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وهو الذهب، واللي كانت مدعومة من الجزائر وليبيا. ترونات بالمعنى الحرفي. ولات عندنا 4 ديال الأطراف كيطالبوا بالصحراء الغربية: المغرب وموريتانيا والبوليزاريو ومعاهم إسبانيا اللي ما بغاتش تفنفن. فالجزائر دخلت على الخط وقالت بلي الصحراء الغربية خاصها تستقل وتمشي عند مواليها اللي هما البوليزاريو. وهذا الشيء خلى المغرب ينوض ويهضر على مناطق في الجزائر اللي هما في الأصل ديال المغرب اللي هما ولاية تندوف وولاية بشار. فهنا وصلنا للملك الحسن الثاني اللي اعلن على المسيرة الخضراء واللي شاركوا فيها أكثر من 350 ألف مواطن. من بعد ما انسحبت إسبانيا من الصحراء باتفاقية مدريد، الصحراء تقسمات جزء المغرب وجزء موريتانيا. البوليزاريو ما حملوش هذا البلان، وفي 1976 تم إنشاء جمهورية البوليزاريو ونهضت الحرب ما بين المغرب والبوليزاريو. فاش طلع المصطفى ولد محمد ولا رئيس موريتانيا قرر باش ينسحب من الصحراء المغربية وخلاها زعما البوليزاريو، زعما هذه راه ديالكم. ولكن المغرب شد ديك الارض وقال لها اجي لهنا. ومن بعد بنى المغرب جدار رملي اللي الطول ديالو تقريبا 2700 كيلومتر باش يفصلوا ما بينهم وبين البوليزاريو. منظمة الوحدة الافريقية اعترفت بالبوليزاريو كدولة، داكشي علاش قررت المغرب تنسحب من المنظمة في سنة 1984.
ولكن رجعت لها في 2017 بعد حوالي 16 سنة من الحرب بين المغرب وجبهة البوليزاريو. الحرب حبسات في 1991 بتدخل من الأمم المتحدة، وتم طرح واحد الاقتراح، هو أن الصحراء الغربية يتم ضمها للمغرب ويعطيو لهم حكم ذاتي لمدة 5 سنين. من بعد يديروا واحد الاستفتاء، يا إما يستقلوا ولا يبقاو تحت السيادة المغربية. وافقت المغرب على الاقتراح، ولكن تم الرفض ديالو من جبهة البوليزاريو، وتقدم واحد الاقتراح هو أنهم يقسموا الصحراء بيناتهم، جهة الساقية الحمراء تاخذها المغرب وجهة وادي الذهب تاخذها بوليزاريو، ولكن القرار تم الرفض ديالو من الطرفين. وفي 10 ديسمبر 2020 اعترفت أمريكا بالصحراء المغربية مقابل تطبيع مع إسرائيل. حاليا الجمهورية العربية الصحراوية معترفين بها 38 دولة، وكاينين بزاف ديال الدول اللي كتساند الحكم الذاتي والسيادة المغربية على الصحراء الغربية. وهذا الشيء اللي طرا مؤخرا، الصحراء في مغربها والمغرب في صحراء.